ازيكم؟ تعالوا نعمل مع بعض النهاردة حاجة من أحلى الحاجات اللي ممكن تاكلوها في الصيف. هنعمل النهاردة العزيزية، يعتبر حلا بارد مناسب جدا للصيف، وكمان مكوناته موجودة في كل بيت وأي حد فينا ممكن يعملها بسهولة جدا. كمان هضيف ليها شوية إضافات هتوديها في حتة تانية خالص، تطلع معاكم طرية وكريمية وحلوة جدا. كمان خطواتها سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش تفاصيل كتير، وتعتبر مش بتستهلك مواعين. هنعمل كل حاجة في حلة واحدة بس. ودلوقتي هوريكم شكلها من قريب أكتر. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي؟ كريميه جدا. وكمان هقول لكم ايه هو السر اللي بيخليها بتلمع كده ولونها احمر. الوش بتاعها بيلمع قوي، مش اسود قاتم او اخد لون شوايه مش حلو، لا شكلها حلو قوي وبتفتح النفس. بصوا هنا كل قطعه بتطلع بقطعتها، ما فيش حاجه سايحه او حاجه بتطلع مش مظبوطه، لا يعني كل قطعه بتطلع بقطعتها، وفي نفس الوقت بتكون كريمي من جوه رغم ان هي كل قطعه بتطلع بقطعتها. وقبل ما نبدا في الوصفه، يا ريت لو مش مشتركه في القناه تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو ده كمان. ويلا بينا نبدأ الوصفة. اول حاجة عندي نص كوباية من المكرونة، اي نوع مكرونة عندكم، بس نتوسط شوية بالنص كوباية، ما تكونش نص كوباية ممسوحة، يعني نص كوباية زي ما انا مليها شوية كده. هضيف عليها كوبايتين ونص من المية وهرفعها على النار واسيبها بقى تستوي على مهلها خالص، وكمان تكون يعني لدرجة ان هي تكون مستوية بزيادة، تعجن. عايزاها تعجن منكم عادي جدا وتتشرب كل المية. اول ما تتشرب المية بالشكل ده وتكون خرجت كل النشا ومستوية تماما، هبدأ بقى ان انا اجيب الخلاط واحطها فيها. هحط كل كمية المكرونة في الخلاط، واهم حاجة ان المكرونة تكون مستوية لدرجة 100%. عندي هنا بقى لتر وربع من الحليب، لتر وربع من الحليب بما يعادل 5 مجات من مجات الشاي دي. تقدروا تعيروها باللتر او بالكوبايات دي. مش هنحط كل كمية اللبن دي في الخلاط، احنا هنحط نصها بس عشان المكرونة تمشي في الخلاط كويس وتنضرب كويس وتكون ناعمة. لو حطيناش اللبن في الاول المكرونة هتبقى خشنة معانا. كمان حطيت عليها نص كوباية من السكر ومعلقتين كبار من القشطة او وش اللبن. عندي هنا 4 معالق مليانين على اخرهم جدا، 4 معالق كبيرة مليانين على اخرهم او معالق هرمية من النشا. لو المعالق بتاعتكم مش هتكون مليانة يبقى حطوا 5 معالق من النشا، وكمان معلقتين كبار من الكريم شانتيه. كريم شانتيه خام مش كريم شانتيه بسكر. هضرب المكونات دي كويس جدا في الخلاط لحد ما تنعم تماما وافضيها في نفس الحلة. عندي هنا بقى فانيليا، هحط رشتين كده من الفانيليا بتديها نكهه حلوه قوي، وبعدين هكمل بقيه كميه اللبن اللي هي كانت باقيه مننا قبل كده. هرفع بقى الخليط ده على النار واقلب كويس جدا وباستمرار ما اوقفش تقليب عشان ما يتحرقش في الحله، ونقلب لحد ما يوصل لخليط عامل زي المهلبيه. مهم جدا ان احنا نكون متاكدين من ضرب المكرونه كويس جدا في الخلاط، عشان كده احنا زودنا لها لبن عشان تنعم معانا. هفضل اقلب كويس جدا وهي على النار، وفي نص التسويه هضيف معلقتين كبار من جوز الهند الخشن او الناعم. ما تكتروش عن كده عشان ريحه الجوز الهند ما تكونش قويه قوي في الوصفه، هي مش اساسيه بس هي بتديها نكهه حلوه قوي. هكمل تقليب على النار لحد ما توصل للسمك اللي انتوا هتشوفوه ده. وفي الوقت ده هكون محضره صينيه مقاس 30. المقاس ده مناسب جدا لكميه العزازيه اللي احنا عاملينها، هتطلع معاكم بارتفاع حلو وسمك حلو جدا. ما تحاولوش تكبروا او تصغروا الصينيه عن المقاس ده. وبعد ما توصل للسمك اللي احنا عايزينه هنفضيها مباشره في الصينيه، مش عايزين نسيبها في الحله دقيقه واحده عشان ما تبردش وتعمل وش. انا عايزاها تعمل الوش ده في الصينيه لان الوش ده انا هحتاجه بعد كده، فهنفضيها فورا في الصينيه واسيبها تعمل الوش وهي في الصينيه نفسها. هسيبها تبرد في درجه حراره المطبخ، وبعد كده هحط لها الخلطه بقى اللي هتديها الشكل الحلو جدا اللي بيلمع ولونه محمر. اهم حاجه ما نحطش الخلطه دي الا لما تعمل وش كده ماسك نفسه. الخليط ده عباره عن معلقه كبيره من عسل النحل عليهم 3 معالق كبيره من السمنه الفلاحي. وبعد ما اتاكدت انها عملت طبقه قشره حلوه عشان لما اجي ادهنها ما تفكش مني او تقطع مني والطبقه ما تكونش متماسكه، هوزع الخليط ده على الوش كله وهدخلها تحت الشوايه، مش هدخلها الفرن. في ناس بتدخلها الفرن الاول تاخد طبقه من تحت وبعدين بتحطها تحت الشوايه، انا هحط دي تحت الشوايه مباشره. هدخلها تحت الشوايه تاخد اللون الجولد الحلو وبعدين هخرجها. هي كده اتغلفت بالخلطه كلها اللي انا عاملاها، اللي هو العسل والسمنه الفلاحي. السمنه الفلاحي مهمه جدا لانها بتديها نكهه حلوه قوي. وهنا تحت الشوايه اول ما تاخد اللون الحلو الجولد هطلعها على طول. اول ما تخرج من تحت الشوايه هسيبها في درجه حراره المطبخ تبرد تماما، وبعدين هدخلها التلاجة 4 ساعات او 5 ساعات، او لو انتم مستعجلين عليها ممكن تدخلوها الفريزر. اهم حاجه ان هي تاخد درجه حراره الغرفه الاول، يعني ما تدخلوهاش الفريزر او التلاجة وهي سخنه. وهنا بعد ما خرجتها من التلاجة شايفين شكلها حلو ازاي وبتلمع ومحتفظه باللمعه بتاعتها لحد تاني يوم وتالت يوم. لو عملتوها وما حطيتولهاش العسل مش هتطلع معاكم بتلمع وحلوه كده. الشوايه هتحمر الحاجه لكن مش هتديها اللمعه الحلوه، وكمان العسل بيكرمل اصلا الوش، يعني العسل هو اللي بيديها اللون المكرمل المحمر مش اللون البني المحروق.
بعد ما خرجت من التلاجة وسبتها تبقى باردة جامد في التلاجة وتمسك نفسها، هبدأ ان انا اقطعها وبعدين هحطها بقى في الاطباق. انا كده خلصت الوصفة بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم واستنوني في وصفات تانية جديدة ولايك الفيديو. مع السلامة.